سلسلة ولاد رزق واحدة من أفضل أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام اللي اتصرف عليها فلوس كتير وفعلا عملت إيرادات عالية، خصوصا الجزء التالت اللي هو أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وده لحد الآن ب 260 مليون جنيه. لكن إحنا النهاردة هنتكلم عن الجزء الأول وهنحلل ونشوف مشاهد المشاهد ممكن ما ياخدش باله منها. فازيك يا حبيب أخوك؟ روق عليا بلايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. وبيبدأ فيلمنا بالظابط رؤوف حمزة وهو نازل منطقة شعبية يقبض على ولاد رزق، وبيوصل هناك بيلاقي عاطف، وهنا بنعرف إن هو اللي عامل البلاء، وهنعرف ليه كمان شوية. المهم بيطلع يخبط على الشقة لكن محدش بيرد، فبيضطر يكسروا الباب، وفعلا ما بيلاقوش حد، لكن الظابط بيلمح سيجارة ومولعة كوباية شاي، فبيعرف إن ولاد رزق لسه خالعين حالة، وفعلا بيطلع لهم على السطوح لكن بيكونوا هربوا، فبياخد عاطف معاه على الاسم، وده طبعا لأنه شك فيه وعنده حق. والله حركاته غريبة أوي، ويروح للقسم والظابط بيقول لرؤوف حمزة إن ولاد رزق ملهمش أي ملفات في الداخلية، ودي تفصيلة مهمة أوي عن ولاد رزق. المهم بياخد عاطف عنده المكتب وبيخليه يحكي له عن ولاد رزق، ومن هنا بتبدأ مشاهد القطع ما بين اللي بيقوله عاطف واللي بيحصل فعلا، ومن ضمنها مشاهد فلاش باك طبعا. وبالمناسبة طارق العريان عملها بأريحية كبيرة جدا، كمية سلاسة تحسسك بالسسبنس. المهم بيبدأ عاطف يحكي، ومن كلامه بنعرف إن رضا هو أكبر واحد فيهم، وساب العلام واشتغل في ورشة أبوه، وبيجي مشهد رضا وهو صغير والمعلم بتاعه هو بيديله فلوس قليلة، فبياخده يكسر عظمه في الورشة وبياخد فلوسه عافية. وده أول خط في شخصية رضا، وإنه ما بيقبلش يتقل منه أبدا ولا يتاخد منه حق. وبنعرف بعدين إن الحال ده بيه، فقرر يمشي شمال وياخد إخواته معاه. المهم بنروح لمشهد إنهم بيحاولوا يولعوا في فرح، فبيقفوا لما يعرفوا إن أبو أخوهم الصغير جوه، وفعلا بيطلعوه بيولعوا في الفرح، ودي طبعا الحكاية على لسان عاطف. المهم بنعرف إنهم دخلوا في السكة الشمال من صغرهم وبدأوا ينفذوا عمليات. ومن هنا عايز اوضح ان الفيلم مش للاطفال اطلاقا، وفيه الفاظ وايحاءات من تحت قوي، ودي طبعا عادة الافلام الشعبيه ومنطقيتها لان الكلام ده بيحصل فعلا. المهم بنعرف ان رضا هو كبيرهم في كل حاجه وبيكبروه، وانهم على قلب بعض من صغرهم. وبنروح لمشهد ورضا بيقول لهم انهم مش هيرفعوا سلاح على اي حد ولا هيتاجروا في المخدرات، وده طبعا عشان ما يتمسكوش. ومن هنا بنعرف خط تاني في شخصيه رضا او ولاد رزق عامه، وهي انهم ماشيين شمال لهدف انهم ياكلوا ويشربوا وبس، ورضا بيقول لهم ان يوم ما هيقول نبطل هنبطل. وبالله رؤوف حمزاوي مستغرب من كميه المعلومات اللي عارفها عاطف عن ولاد رزق، فبيقول له انت كنت مستخبي لهم تحت الترابيزه ولا ايه؟ وهنا عاطف بيقول انه صاحبهم من زمان وبيحتك بيهم على طول، وكلمه بيحتك حط تحتها مليون خط وهعرفك ليه كمان شويه. بعدها رؤوف حمزاوي بيطلب منه يقول له ولاد رزق بيعملوا ايه دلوقتي، فعاطف بيتفاجئ للمره التانيه وبيقول له انا هحكي لك نبذه عن حياته، فرؤوف حمزاوي بيضحك وبيستغرب كده وبيقول له حلوه لمسه دي عاطف. والكلمات اللي زي بيحتك ونبذ دي بتدل على ان عاطف كان انسان مثقف والدنيا بهدلته، وكمان بترمي هنت لقدام هنعرفه كمان شويه. المهم بيحكي له عن عمليه من عمليات ولاد رزق وهي سرقه بنك، وفعلا بينجحوا فيها، وبنلاقي ان ربيع بيدي عاطف قلم كده، ودي بتدل على ان ولاد رزق كانوا مستهيفين عاطف قوي. لكن في تفصيله مهمه قوي، هي ان رجب هو اللي كان دايما بيعطف عليه، يمكن علشان الشبه اللي ما بينهم مثلا. المهم رافع حمزاوي بيحس ان عاطف بيحور عليه وبيقول له الجمله الايقونيه انا عليا الحرام من دي لو ما نطقت لخلي شفيق علقني. وفعلا بيطلع مخبي حاجات عليه. ولاحظ هنا تفصيلة معينة، وهي لما بيحاول يديله سيجارة فبيقول له ما بشربش، وبيقول له لو حكى له حاجة ولاد رزق هيعلقوه. وكمان بنعرف منه انه عمره ما نزل معاهم عمليات، وانه كان بيسمع الخطة بس. وفي اللحظة دي انا عايز ادي للمخرج طارق العريان حق، وده في حاجات كتير عبقرية في الفيلم ده، زي مثلا حتة القطع ما بين التخطيط والتنفيذ، ويدخل معاهم اللي بيحكي الحكاية والديكورات، وكل دي تفاصيل مهمة قوي ما تطلعش غير من مخرج عبقري، ولما بشوف اسمه على أي عمل ببقى ضامن بنسبة كبيرة نجاح. المهم بنروح لولاد رزق بعد ما سرقوا البنك وهما بيقسموا الفلوس، فرضا بيقول لهم كل واحد يشيل خمسينية علشان الأيام السوداء، وبالله إن إخواته عايزين يصرفوا ويضيعوا. ومن هنا بنعرف إن رضا بيرمي هنت على إنه هيبطل، لكن إمتى مش عارف، وفي نفس الوقت بيبقى باين على بقية إخواته إنهم عايزين يكملوا في الطريق ده. المهم رضا بيقول لاخواته كل واحد يطلع على عاطف 500، لكن اول واحد بيعترض هو ربيع. 500 ايه؟ 500 عفريت لما يركبوه. ومن هنا بنعرف اول خط في شخصيه ربيع، وهي ان دماغه ناشفه وبيحب الفلوس قوي وكمان بخيل. المهم رؤوف حمزاوي بيسال عاطف على حنان، فبيقول له ان رضا بيحبها قوي، ودي خليك فاكرها هنحتاجها بعدين. المهم بنلاقي ان ربيع بيحب رباب اخت عاطف، لكن ده ممكن يكون عادي، لانه في المشهد اللي بعده بنلاقي ان ولاد رزق مليطين الدنيا خالص، والكلام ده في مكان من اماكن السهر، وده بيبقى بتاع المعلم صقر، وده بيبقى سيد رجب الممثل اللي انا بحبه جدا. بس رمى جمله كده على شيكابالا والزمالك ما عجبتنيش بصفتي زملكاوي يعني. تعالى الاهلي يا رضا، بطولات. المهم بنعرف ان صقر ده شغال في المخدرات وعايز يخلي رضا يشتغل معاه، ورضا طبعا بيرفض، لكن لما بيقول لربيع بيتضايق جدا وبيبقى عايز رضا يوافق، لكن رضا بيعرف يقنعه بالطريقه. المهم بنلاقي ان ولاد رزق خلصوا سهرتهم عند صقر وراجعين يكملوا في البيت، وبعد ما يخلصوا رباب بتلمح البنتين اللي كانوا عندهم نازلين، فبتروح لربيع بتلاقيه سبحان الله نايم، وهي حاله ما بتصدقه، لكن هي كانت بتفوت بمزاجها علشان كانت بتحب ربيع يا عيد. المهم رؤوف بيبقى شاكك في كلام عاطف، لكن ما بيبقاش معاه دليل، فبيضطر يمشي وراه. المهم بيعرف منه ان رضا سايب البيت لاخواته. المهم بنعرف ان
انه سابهم بسبب عمليه كانوا بيخططوا لها، وهي انهم يدخلوا سلاح مكان المعلم شربين. ورضا فعلا بيحس ان العمليه صعبه لكن بيكمل مع اخواته. المهم فعلا بخطه عبقريه بيقدروا يقوموا المكان، وبنلاقي ربيع في اي حاجه تخصص اسفاء زي دي مثلا. تعاطفك لوحده مش كفايه. وفعلا بينجحوا انهم يلموا كل الفلوس اللي في المكان، لكن بتبقى مشكلتهم هم يخرجوا ازاي، وده لان المكان بيبقى متكون رجال. وكمان المعلم الشربيني دخل عليهم ببرود اعصاب وثقه عاليه قوي، ورضا فعلا ما رضاش يرفع السلاح على حد وفضل على العهد زي ما هو. ومع لعبه صايعه من الشربيني قدر انه يغفل ولاد رزق لاول مره، وفي العمليه دي بتطير عين اخوهم رمضان، ودي كانت النهايه بالنسبه لرضا. وبعدها بعد عن اخواته وساب لهم البيت، ومن هنا ولاد رزق بيكملوا من غير رضا. وهنا بنعتبر ان رضا بطل فعلا وراح لحماه. المهم بعد رضا ربيع هو اللي بقى بيقود ولاد رزق، او بمعنى صح عامل نفسه الكبير، بس هو بيسلم شحنة بضاعة غدر بيه طبعا، وده لأنه منشف دماغه والبضاعة اتسلمت للحكومة، أو بمعنى صح الرؤوف حمزاوي. إيه ده، هو رؤوف حمزاوي مش بيشتغل في الحكومة؟ ثواني ما أنا جاي لك في الحلقة. بس المعلم صقر بيكون خد رمضان معاه رهينة لحد ما ولاد رزق يرجعوا له الفلوس، فطبعا بيروحوا على رضا عشان ينقذهم من الموقف اللي هم فيه. بس رضا طبعا بيرفض وبيديهم الكلمتين التمام ويمشيهم، لكن بعدها بيقعد يفكر وبيكون ما بين نارين، نار إنه يرجع تاني ويرجع أخوه، ونار إنه يفضل مكمل في طريقه بس ساعتها هيكون أخوه مات. بس فعلا رضا بيرجع تاني الهدف انه يرجع اخوه بس، وبيتعادوا فعلا انهم بعد ما يخلصوا العمليه دي هيبطلوا، بس اكتشفوا ان محاوله انهم يرجعوا اخوهم هتبقى شبه مستحيله، ولازم طبعا يدوا لصقر فلوسه. فبيضطروا انهم يعملوا عمليه بسيطه كده، وهي انهم يسرقوا عربيه من بتاعه البنوك اللي بيبقى فيها فلوس، وفعلا بينجحوا بيجمعوا الفلوس. المهم لما رضا بيروح لصقر بفلوسه، صقر بيرفض انه ياخد الفلوس وبيقول له انا عايز بضاعته، فرضا بيقول له ان بضاعته متحرزه. المهم صقر بيقول له ان بضاعته في السوق، ومن هنا ولاد رزق كانوا قدامهم عمليه يعملوها علشان يخلصوا البضاعه. لكن عايز اروح لنقطه، وهي ايه ده يا فنان؟ مش فاهم انا ايه الاداء. المهم بنعرف ان الضابط اللي المخدرات في شنطته هو رؤوف حمزاوي ذات نفسه، فلما بيسمع الكلام من عاطف بيقلق على الشنطه فبينزل يشوفها. فمين اللي بيكون مستنيه؟ رضا. فرضا فعلا بيحكوا لي على البلوت تويستايه اللي هتضرب نار، هي اللي كان بيتكلم مع رؤوف حمزاوي طول الفيلم وبيحكي الحكايه هو رجب اخو ولاد رزق مش عاطف. والتويستايه دي تدرس من طريق العريان، يعني بمعنى صح عاطف ورجب كانوا مبدلين الادوار مع بعض، وده بحكم انهم شبه بعض طبعا. وفعلا بنعرف التويستايه في الاخر، وفعلا رجب بيضرب بتاعه على انه عاطف وبيروح لرؤوف حمزاوي يحكي الحكايه كلها، وده طبعا علشان يشتته، وفعلا نجح في طريقته. وبنعرف ساعتها ان كل ده كان ملعوب من ولاد رزق اصلا. فعلا رضا بيصطاد رؤوف حمزاوي وبيسجله وبيصوره كمان، وفعلا بيتفق مع رؤوف حمزاوي اللي هو ياخد البضاعه يوديها لصقر، ولما ياخد اخوه رؤوف حمزاوي يهبط على المعلم صقر وياخد بضاعه بتاعه. المهم بعد ما ياخد اخوهم فيلمنا بيخلص. ومن هنا هنخش على مراجعة الفيلم. الفيلم زي ما قلنا طبعا انه مش للأطفال، وعايز أقول شابوه لممثلين كتير في الفيلم، أولهم أحمد عز طبعا، لأن دور الحارة الشعبية كان صعب نظريا إن أحمد عز هو اللي يعمله، وبالفعل الفيلم اتعرض على أكتر من ممثل، لكن أحمد عز علشان قدراته التمثيلية العالية أوي قدم لنا أحسن أداء، وخلانا نشوف الشاب الأبيضاني اللي بعين خضرا وهو بيعمل دور بلطجي ونصاب. بجد أحمد عز بروفيشنال وعالي أوي، وأنا بشوف إنه أهم ممثل في مصر حاليا بالمناصفة مع كريم عبد العزيز. وعايز أقول شابوه كمان للنجمين احمد داوود واحمد الفيشاوي، خصوصا الفيشاوي دوره ولا اروع، واحمد الفيشاوي ممثل رهيب قوي. كمان عايز اقول شابوه لسيد رجب اللي بيبهرني بكل دور بيطلع فيه. والشابوه الاخيره طبعا للمخرج العالمي طارق العريان، زي ما قلت حط لك تويست في اخر الفيلم قلب لك الدنيا، ودي الفكره اللي اتبنى عليها الاجزاء الجايه من ولاد رزق. وبالمناسبه لو عايزين الجزئين التانيين اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملهم فور. ومن هنا نيجي لسؤال الحلقه، هو ولاد رزق كانوا مجبورين على الشمال والله؟ والسؤال ده اجابته في الفيلم ذات نفسه، يعني من صغرهم وانت بتشوفهم لا اب ولا ام، والشارع علمهم ويا ويلك اللي بيعلموا الشارع. ورغم ذلك انا بشوف انهم لا، ما كانوش مجبرين على ذلك، لانهم لما بداوا في الشمال بداوا عشان ياكلوا ويشربوا. طب ما تاكل وتشرب في الحلال يا معلم. ده بعد كده لما بداوا يطمعوا كمان ما بقاش كل همهم الاكل والشرب، بقت عاده طبعا، ودي طبعا حاجه يحاسب عليها القانون. فمن وجهه نظري لا طبعا ما كانوش مجبرين على كده، وفي مليون شغلانه بالحلال تجيب لهم الاكل والشرب، يعني مش هيغلبوا يعني. وبس يا حبيب اخوك ده اللي كان عندي، متنساش تعمل لي لايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في حلقات جايه كتير، وسلام.